يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي. وحشتوني كتير من الحلقة اللي فاتت، وجايه لكم النهاردة بحلقة جديدة. أتمنى من قلبي إنها تعجبكم. بس عايزة أفكركم، لو الحلقة النهاردة عجبتكم بجد، يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ حلقتنا، يا ريت كلنا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف الحلقة النهاردة بتحكي عن إيه. بعد ما أنهى اتصاله الغريب، ابتسم ودخل أخد حمام بارد. أما حسن صحي من النوم الغير مريح، وبمجرد ما فتح عينه دور على الحرباية ملقاهاش. سحب تليفونه من فوق الكومود وطلب رقم وقال بحب: صباح الخير يا حبيبتي. صباح الهنا يا قلب حبيبتك. لسه صاحي؟ لسه صاحي وحاسس انك وحشاني قوي. اطلعي لي يا هدى. بعدت هدى عن الخدامات اللي كانت واقفة معاها في المطبخ وشوية وقالت: اطلع فين يا حسن؟ انا بحضر الفطار مع ماما. اتحرك ناحية الباب وقال وهو خارج: انا داخل الجناح بتاعنا، دقيقة واحدة ولاكي قدامي، يا اما والله لانزل اشيلك من تحت واطلع بيكي، وانت عارفاني مجنون واعملها. دخل جناحه الخاص بحبيبته وكمل: خلاص يا بت قبل ما الباقي يصحوا. وقفل في وشها، فهي ما تقدرش انها ترفض له طلب. فتحت الباب بغضب، وبمجرد ما قفلت الباب قرب منها باشتياق: وحشتيني يا هدهد، كده برضه مش عايزة تطلعي لحبيبك؟ زقته في صدره وقالت بغيظ: هدهد، انا غلطانة اني طلعت، وانت كمان حرقت دمي قدام ماما بعد ما فهمت انت عاوز ايه يا سافل. امي دي عسل، فاهمة دماغ ابنها. تعالي بقى ما تضيعش الوقت في الرغي، بقولك وحشاني. بصت له بدموع وقالت بمغزى: حسن فهم هي عاوزة تقول له ايه، وقال بصدق: والله ما لمستها. وقال بجنون: انا مش بحس اني عايش غير وانا في حضنك يا حبيبتي. بحس اني بخونك لو عملت معاها حاجة، بس غصب عني. انا تعذبت وتعبت قد ايه عشان اقدر اهرب منها، وانت اللي شجعتيني برغم عذابك. بس انت عارفة ان عمري ما حبيت ولا احب غيرك، صح؟ ولا في ست تملى قلبي وعيني غيرك انتي؟ ضمته ليها وقالت: صح يا حبيبي. وكأن الحياة بالنسبة ليهم هي بس اللحظات اللي بيعيشوها سوا. وفي جناح مصطفى وأميرته المجنونة كان قاعد بغضب فوق السرير وبيدخن سيجارة، وهو سامعها بتقول: أنا مش عارفة أنت هتفضل ماشي ورا جواد كده لحد إمتى؟ ده أكل حقنا كله في كرشه، واحد أعمى ممشي الكل وراه ولحد هنا ومش هيسمح لها بإهانة صديقه. قام وقال بغضب: روان كفاية، لحد هنا وكفاية، ومش هسمح لك تغلطي فيه. انت لحد امتى هتفضلي ترددي كلام ابوكي واخوكي اللي الطمع مالي قلوبهم، مع ان اللي عندهم مش قليل؟ انا وجواد وحسن اتربينا مع بعض على اننا اخوات، وعم عبيد هو اللي رباني مع ولاده وعمره ما فرق بينا. ليه مصممة بقى تخلينا اشيل منهم؟ انت عارفة اني ماليش غيرهم. بصيت له وقالت: انا مش بفرق بينكم، انا بس خايفة عليكم على حقك. هو حرام يعني ان ادافع عن حق جوزي وولادي؟ حاول يتكلم بهدوء وقال: يا حبيبتي انت عارفة انهم مش كده. اذا كانوا بيدوا الغريب حقه يبقى هيطمعوا في حقي. انت قلبك ابيض يا روان، بلاش تخلي ابوكي واخوكي يزرعوا الحقد والغل جواه. انت مش كده يا حبيبتي. خلينا في حياتنا سوا مع ولادنا وملناش دعوة بحد. ولو انت واثقة ان جوزك راجل ومحدش يقدر يضحك عليه، يبقى مش هتتكلمي في الموضوع ده تاني، تمام؟ ردت عليه بلهفة وحب حقيقي: راجل وسيد الرجالة كمان؟ اخص عليك يا مصطفى، معقول تفكر كده؟ حضنها وقال لها بحنان: انت حبيبة مصطفى يا روني، ربنا يخليكي ليا يا رب. وكمل في نفسه بدعاء: ويهديكي يا رب، يهديها وابعد عنها الشياطين دول. بعد ما نزل من فوق لقى الجميع في انتظاره كالمعتاد، ولكن اليوم خالف توقعاتهم. لما رمى تحية الصباح عليهم وهو لسه واقف وما قعدش، فسأله أبوه باهتمام: اتأخرت ليه يا جواد؟ يلا عشان نفطر يا ابني. افطر انت يا بابا بالهنا والشفا، انا هطلع مع الأدهم، عندي مشوار ضروري. استغرب الجميع من كلامه، فوقف حسن بسرعة
وهو بيقول: بلاش ادهم وانا حاجي معاك. قطعه بحسم وقال: لا، انا حابب ان اطلع بيه، لما خلص هتصل بيك. وراح ناحية الباب وخرج. انطلق بحصانه على بيتها، وهو متخيل ردة فعلها لما تشوفه. بالتأكيد هتموت من الرعب لما تظن انه جاي يفتن عليها عند ابوها. سمع صوت حاجة وقعت لما كان بيكلم ابوها وبيبلغه انه جاي ليهم، برغم استغراب محمد المنصوري، الا انه قلب ود حقيقي. تنور يا جواد يا ابني، بس هتفطر معانا، انت بقالك سنين ما دخلتش بيتنا. وقتها سمع صوت كسر شيء، وصوت ابوها اللي قال بقلق: الحمد لله جت سليمة، بس بعيدة عن الازاز يا دهب. ضحك جواد وهو متخيل منظرها المرعوب. وصل قدام بيتها القريب من سرايته، ونزل من فوق حصانه وهمس له بكلامه سابه بره. زق البوابة الحديد بإيده ودخل الجنينة الصغيرة. وقف مكانه لما سمعها بتقول بصوت مرتعش: كده برضو يا أبيه؟ مش انت وعدتني انك مش هتفتن عليا؟ مسك نفسه من الضحك وقال ببرود: انا مش بخلف وعدي، بس حبيت اجي انبهك عشان ما تكرريش عملتك الهباب دي تاني. ردت وقالت بالهفة: والله خلاص مش هعملها ابدا، صدقني انا مش بكدب اصلا. اصلا؟ طب يلا ندخل بقى عشان باباكي ما ياخدش باله من حاجة. كانت هتتحرك ولكنه وقفها بسؤاله: رقم فونك كام يا دهب؟ بصت له بحزن وقالت: انا مش معايا فون اصلا يا ابيه، بابا مش راضي يجيبهولي. وكملت بتوتر: وانا اصلا ما عنديش اصحاب ولا اعرف حد عشان اكلمه وبس. هز راسه بتفهم واتحرك معاها لجوه، وعقله بيفكر في كذا شيء هي اهمها. يا ترى لسه جميلة زي ما كانت وهي صغيرة، ولا اتغيرت ملامحها وبقت اروع من قبل كده؟ سمع محمد المنصوري بيرحب بيه: اهلا اهلا، والله الدنيا مسيعاني من الفرحة انك جيت عندي. اتفضل اتفضل يا ابني، اتفضل يا غالي يا ابن الغالي. ابتسم بود وقال: شكرا يا عمي، واتحرك معاه لجوه، ولكنه وقف بغضب مكتوم لما سمعه بيقول بدون قصد: هات ايدك اساعدك يا ابني. رد عليه بملامح جامده: اتعودتش حد يساعدني وانت عارف. سكت للحظه وكمل: مش لسه برضه الصالون على اليمين ولا غيرت النظام؟ بص له محمد بدهشه وقال: لا، كل حاجه في مكانها، ما شاء الله عليك، مش بتنسى حاجه. قعدوا يتكلموا، وجت ام دهب وهي بتقول بترحيب: الله، والله الدنيا مسيعاني من الفرحه، اخيرا افتكرتنا يا جواد بيه. انت عارف المشاغل يا ام دهب، بس ببعتلك السلام مع الباشمهندس دايما. بيوصل يا ابني، يسلم قلبك من كل شر يا رب. يلا بقى الفطار جاهز، وعملت لك كل اللي انت بتحبه. اتحرك معاهم وقعد على السفرة وقال: رحت البيت بالبسطرمة متغيرة من قبل ما ادوق، ولا بتهيألي؟ لا انت صح، اصل ده بقى عمال دهب بنتي، هي بتعشق المطبخ، وكل شوية بتجرب فينا حاجة، ولو طلعت حلوة بتعتمدها وتزهقنا منها. بصت لأبوها بغيظ: ده كان زمان يا بابا، لكن دلوقتي أنا بعرف أعمل كل حاجة. وبصت لأمها وقالت: صح يا ماما. صح الصح يا قلب ماما، بس يا محمد بطل تناكف فيها. جواد بمغزى: مهما كبرتي هتفضلي تتعلمي، عشان في غلطات ما فيهاش معلش يا دهب. بصت له بخوف وما علقتش على كلامه اللي فهمته. حطوا له في طبقه من البيض اللي عجبه جدا، وتقريبا كده ما اكلش غيره. وهي بتراقبه بفرحة لما حست باعجابه بعمايل ايديها، ساب الشوكة والسكينة من ايده وهو بيقول بود: انا بقالي فترة ما اكلتش كده. تسلم ايدك يا طنط. دهب بمشاكسة: انا اللي عملت البيض اللي انت خلصته كله ده عشان عجبك، صح؟ بص لها ابوها بغضب، فالام قالت: دهب عيب كده. ابتسم جواد بخبث وقال: هو ده كان بيض؟ ما خدتش بالي، اصل مش بشوف زي ما انت شايفة كده، وكمان لما بكون جعان مش بيفرق معايا اللي قدامي. بصت له بغيظ وهمست:
يا باي عليك، لو ما حدش يطوب من بقه ما يرتاحش. ده ايه ده يا ربي؟ الف هنا على قلبك يا ابني. تعالى بقى نغسل ايدينا على ما دهب تعمل لك فنجان قهوه، مش هتشرب زيه ابدا. ليه؟ هتحط فيه ملح بدل السكر؟ اوعى تتلخبطي يا قطه. بصت له بغيظ ونسيت ابوها وامها وقالت بغضب طفولي: يا بيه مش انت عارف من وانا صغيره مش بحب حد يقول لي يا قطه؟ دهب. اسفه يا بابا، بس هو اللي بيغيظني. معلش يا ابني، انت عارف دهب عيله وما يتاخدش عليها. ضربت برجلها في الارض وجرت على جوه بغيظ. اما هو اتحرك مع ابوها وهو حاسس بانتعاش غريب بعد ما كسر روتين يوم الممل. قعد يشرب القهوه مع ابوها بعد ما حضرتها ليهم دهب وسابتها ودخلت غرفتها فوق. قعد مع محمد وكان عاوز يعرف كل حاجه عن دهب عشان يخمن سبب هروبها من البيت بالليل، فهو ما اكتفاش بتحذيرها بما انها لسه بعقل طفله واجب عليه يحجمها من غير ما يقول لحد اللي حصل. لا فعلا القهوة تحفة بجد. محمد بفخر: دهب بنتي رغم انها صغيرة بس ما فيش منها اتنين في شغل المطبخ. وكمل بحزن ظهر في نبرته: ما هي ما وراهاش حاجة غيره يا ابني، لا بتخرج ولا حد بيجي لها، طول اليوم واقفة في المطبخ بتخترع اي حاجة عشان تسلي نفسها. طب ليه يا عمي مش بتخليها مثلا انها تروح تزور اي حد من قرايبكم او حتى تيجي عندنا مع مامتها؟ لا يا ابني، انا بترعب عليها. وبعدين اخليها تروح لمين؟ لبيت عمها اللي كانوا السبب في حبستها دي، ولا عند خالتها زينب اللي جوزها يندب في عينه رصاصة ومش بيفرق بين صغير او كبير؟ معقولة يعني هي كده مش بتشوف حد خالص؟ طب على الاقل كانت كملت تعليمها. على حد علمي انا قعدتها من الاعدادية تقريبا. انا كنت الاول بخاف عليها انا وامها عشان هي الحيلة واللي تعززنا لحد ما ربنا كرمنا بيها. كنت بوديها المدرسة وارجع اجيبها لحد البيت. كانت شاطرة وبتطلع الأولى دايما، بس اللي حصل وهي في تالتة إعدادي خلى دماغي وقفت. ولولا أمها إنها اتحايلت عليا تكمل بيها امتحانات آخر السنة كنت قعدتها منها. بس هي ملهاش ذنب يا عمي، اللي تحملها نتيجة غلط مش غلطها ولا لها يد فيه. يا ابني رضوى بنت عمها كان الكل بيحلف بآدابها وأخلاقها، وكانت بتصلي ومش بتفوت فرض، وشاطرة في المدرسة، وكان حلمها تبقى دكتورة. لكن كل ده اتبدل لما اتلمت على البت نجوى منها لله، خلتها تهمل دراستها وحتى لبسها اتغير. بعد ما كان محتشم بقت بتلبس على الموضة. وفي الآخر ايه اللي حصل؟ عرفتها على عماد أخوها وخلتها تخرج معاه وتزوغ من المدرسة لحد ما الواد ضحك عليها وخد شرفها ورماها. لولا انت وابوك الله يكرمه لما أجبرت الواد انه يتجوزها واتكفلت بكل حاجة، كان الله أعلم بقى هيبقى مصيرها ايه. كل ده تمام، بس بنتك ايه ذنبها؟ خفت يا ابني، خفت تقابل واحدة شطانة زي نجوى وتغويها، ولا بنت عمها تغير منها وتخليها تعمل زيها. أنا وصل بيا الحال أنا منعت أي حد يدخل بيتي، مفيش غير زينب وبس. حتى ولاد أخويا لو حد فيهم جالي البيت لحاجة بمنحها إنها تظهر قدامه، بخليها تقفل على نفسها لحد ما يمشوا. جواد باستغراب: يعني محدش بيشوفها خالص؟ معقولة؟ بنتي ما تعرفش غيري أنا وأمها وخالتها، حتى ولاد خالتها بالرغم إنهم صغيرين ما بخليهمش يجوا هنا، برضه عشان بخاف عيل منهم يديها تليفونه ويدخلها على الهباب النت ده. بس كده غلط يا عمي، انت كده ظلمتها. يعتبر ما عندهاش خبرة في أي حاجة في الحياة. يعني ما تزعلش مني، هتتجوز ازاي وهي محدش يعرفها من الأساس؟ وحتى لو حصل وجالها نصيبها هتفتح بيت وتتحمل مسؤولية ازاي؟ معرفش والله يا ابني، أنا كل اللي فكرت فيه إن أحافظ عليها وبس، لدرجة إنها بقت تخاف لو شافت ناس متجمعين قدام البيت من البلكونة، بالرغم إنهم مثلا واقفين عادي وبينها وبينهم مسافة. تلاقيها خافت وجرت على جوه. طبيعي تخاف لأن عمرها ما اختلطت بحد
أنا فاكر وهي صغيرة ما كنتش حتى بتوديها المدرسة كتير، ولما كنا بنيجي عندك أنا وحسن ولا حتى مصطفى كانت بتستخبى وراك وما ترضاش تسلم على حد. بس دايما كانت بتسلم عليك انت عشان بتجيب لها الشوكولاتة اللي بتحبها من مصر وانت جاي، ما كنتش بتنساها حتى وانت هناك. كانت أيام جميلة. كنت لسه مخلص امتحانات آخر سنة في كلية الحربية، ويوم النتيجة جيت لك قبل ما أسافر أشوف عملت إيه. قابلتها وهي بتلعب في الجنينة وقلت لها ادعي لي أنجح يا دهب. قالت لي هدعي لك بس بشرط تجيب لي شوكولاتة بيضة معاك وانت جاي. وانت وقتها طلعت الأول على الدفعة وجبت لها كرتونة بحالها، ده غير اللعب والحلويات التانية. ومن ساعتها ما بطلتش تجيب لها أبدا غير لما وسكت فجأة، ولكن فهمه جواد فكمل عنه، غير لما بابا خلينا استقيل من الجيش. وقف بسرعة وهو بيقول الحمد لله على كل حال. يلا استاذن أنا بقى، كفاية كده بقى، أنا عطلتك النهاردة عن الشغل. الحاج عبيد هيخصم مني ومنك اليوم كله، فداك الشهر كله يا ابني. والله ما تعرف فرحتي بجيتك دي النهاردة قد ايه. ربنا يخليك يا عمي. وصل سلامي لدهب وقول لها البيت كان تحفة، بس حبيت أعكسها شوية. كانت قاعدة في أوضتها بحزن بعد ما منحها الحقير من إنها تروح شغلها النهاردة. لقيته داخل لها بهمجية وبيقول انت هتفضلي كده قاعدة تندبي؟ ده انت وليا فقر صحيح. انت عايز مني ايه؟ عايزهم يكرشوني من الشغل زي ما حصل في الشغل اللي قبله لما سبته بسببك؟ اصرف على العيال الغلابة دي منين؟ هيبقى ولا ام ولا اب. طب انت خلاص اتعودت تعيش على قفا النسوان اللي بتصاحبهم لحد ما تجر رجليهم وبعدين تبتزهم عشان يدفعوا لك، ويا ريت بتصرف حاجة على البيت الا كله رايح على الطفح اللي بتطفحه. كل يوم بتخوني مع واحدة واستحملت، امك تهين فيا كل ساعة والتانية وتكرشني من البيت عشان اطلب الطلاق وبرضه استحملت. انما اللي مش حاضر اصبر عليه انك تضيع عيالي زي ما ضيعتني يا واطي. ضربها على وشها بعد ما رمت حياته القذرة في وشه. عاوزة تطلقي؟ غوري في داهية، بس ملكيش حاجة عندي. وكمان لو عايزة تخلصي ارفعي عليا قضية طلاق، انما انا مش هسيبك بالساهل. سامعة؟ منك لله يا رفيق، منك لله، ربنا ينتقم منك. سابها وخرج ببرود وكأنه ما سمعش اي حاجة من اللي هي قالته. فقالت بجنون تستاهلي اكتر من كده يا زينب، ده اختيارك وانت لازم تتحمليه. بصت ام جواد من الشباك لقت جان مرات احمد كانت قاعدة في الجنينة وبان على ملامحها الحزن. نزلت لها بسرعة وقالت لها بحنان مالك يا جيجي، في حد مزعلك ولا ايه؟ رفعت عينيها ليها فشهقت ام جواد وكملت انت بتعيطي؟ مالك فيك ايه يا حبيبتي؟ اوعي يكون اللي يتشك في قلبه زعلك تاني. ابتسمت المسكينة من بين دموعها بيعايرني انه سمر يا طنط، وكمان معرفتش اخلف ولد. قال لي انا يجبرني ان اعيش مع واحدة سودة، ولما قلت له ان انا قمحوية مش سودة وانت كنت هتموت عليا، عارفة قال لي ايه يا طنط؟ قال لي كان عاجبني جسمك بس خلاص زهقت، عايز واحدة حلوة الصبح بوشها وكمان تعرف تجيب لي الواد اللي نفسي فيه. حضنتها ايمان بحنان وقالت قطع لسانه الواطي، ده انت زي القمر. مش بيقولوا الثمار نص الجمال؟ وبعدين سواء واد او بنت ده من الراجل، هو اللي بيحط البذرة والست يا دوب معون بيشيلها. بس حاول ايه، ما هو جهل واعمى القلب والنظر، ده معاه بنتين زي القمر ودمهم زي العسل. بس يا حبيبتي ما تعيطيش، هو الخسران. هو مش هيلاقي واحدة في أدبك ولا في أخلاقك، ربنا يوعده بواحدة تطلع عينه عشان يعرف قيمتك بس. بعدت عنها وقالت بحزن يعني وافق يتجوز عليا يا طنط؟ سواء وافقتي أو رفضتي
هيعمل اللي في دماغه هو وأبوه يا بنتي. وما تزعليش مني، أهلك شداد، ولو فكرتي تطلبي الطلاق هما اللي هيرفضوا وهيجبروكي إنك ترضي بحالك. عندهم تعيشي في نار ولا إنك تكوني متطلقة. هو ده الجهل بعينه. بس هنقول إيه؟ الست لازم تتحمل العذاب وتعيش مع واحد محسوب على الرجالة بالغلط عشان ما تبقاش متطلقة. وكأن الطلاق اللي شرعه ربنا وصمة عار هتلزق في الواحدة طول عمرها. جه الليل على أهل سرايا التهامي، وقررت أم جواد إنها تنفذ خطتها اللي اتفقت عليها مع جوزها. دخلت جناحه بعد ما اطمنت على نوم حفيدتها الحبيبة. خبطت الباب فسمعت صوته بيأذن لها بالدخول. دخلت وقالت بجدية: عايزاك في كلمتين يا جواد. قال لها بحب: لو حتى 100 كلمة، انت تأمري يا غالية. قعدت على الكنبة وقالت: طب تعالى اقعد جنبي. قعد جنبها: انا جايبه لك عروسة، حضرتك ليه مش عايزة تقتنعي اني مش هتهبب؟ انا اكتفيت ببنتي وخلاص. اللي مصرة بقى تفرض عليا حاجة مش هرتاح فيها. لا مش هترتاح يا جواد، طول ما انت عايش لوحدك مش هترتاح. وانا مش هسيبك بقى تضيع شبابك من غير ونسة تاخد بإيدك وتكمل معاها بقية حياتك، وربنا يكرمك منها بالولد اللي يشيل اسمك. مش عايز افهمي بقى. انت بتزعق في امك يا جو. اه واترمت على الكنبة فاقدة لوعيها. اما هو فصرخ بجنون: ماما. ونكمل بكرة.